بكام. لان في فروق كبيره في الجوده والمنتج، يعني اللي بيصدر لمصر غير يصدر للدول العربيه غير يصدر للدول الاوروبيه. اكيد هناك فروقات كبيره جدا ما بين الماده كمان الخام وما بين الشكل النهائي للمنتج ده. هم كمان عندهم الايدي العامله كتيره، يعني عندهم هو يمكن رخص الايدي العامله بالنسبه لهم دي اللي بتخلي منتجاتهم اقل سعرا عن مصر، بس احنا برضو عندنا ما شاء الله العدد، يعني مش زي الصين لكن عندنا ما شاء الله عدد. طب هل ينقصنا الابتكار؟ لا، احنا عندنا ابتكار، بس احنا يعني الكسل ممكن صح، احنا كسلانين شويه. يعني في ناس كسلانين كده يقول لك طب انا لسه هعمل وهضارب الصين، طب ده الصين دي خلاص بقى طلعت، اسهل بقى اخد الهديه الصيني وخلاص. اجيب الهديه الصيني وابيعها. يعني هو كمان بيساعد الصين، يعني يقول لك بدل ما اصنع هديه من جديد او ابتكر حاجه جديده، لا انا ممكن اروح بقى الصين اجيب الحاجه اللي انا عايزها وخلاص وابيعها. عارفه حضرتك رمضان اللي فات كان في مسلسل بتاع يحيى الفخراني اللي هو ماما نونا. ماما نونا ده ابتكار رهيب. يعني اللي هو يعمل عروسه ماما نونا وتضرب العروسه الصيني وتكسب كمان. احنا ممكن لو فكرنا شويه نعمل حاجات برضو احسن من كده بكتير. في ناس بتقول ان الهديه مش بقيمتها الماديه، المهم انها تكون شيء معبر ويوصل معناه من خلالها. رايك ايه في الكلام ده؟ هو بالنسبه للست الكلام ده صح، لان الستات دايما بتشوف الهديه، بتاخد الهديه ازاي، طريقتي وانا بديها الهديه، هل الهديه معاها شعور واحاسيس ولا هي هديه وخلاص؟ يعني لو انا بدي حد هديه، بدي بنت هديه وبقول لها كل سنه وانت طيبه وخدي الهديه كده، خدي بقى خدي دي، يعني هتبقى معايا مرتبطه بذكرى سلبيه ومش هيبقى ليها قيمه قوي. انما لو اديتها حاجه بسيطه جدا واديتها كلام حلو قوي على الهديه وشعور واحاسيس عالي جدا واديتها الهديه مهما كانت صغيره، هتحافظ عليها قوي وهتفضل معاها طول العمر. يمكن الراجل بيفكر بقى شويه غير كده، بيفكر بالقيمه نفسها. علشان كده الراجل لو جاله هديه ممكن بعد شويه يسال هو الهديه دي تعمل كام؟ هي اصليه ولا مش اصليه؟ فيبدا يتكلم في حته السعر. انما دايما البنت بتقول لنفسها ايه؟ هو اداها لي بشعور، هو لما كان بيبص له وهو بيدي الهديه رومانسيه اكتر، يعني رومانسيه اكتر من الراجل. طب هل اللي بيحرص اكتر على تقديم الهدايا في كل المناسبات الراجل ولا الست؟ هو المفروض الاثنين يحرصوا، بس هو في الغالب بيبقى الست. يعني الست دايما هنلاقيها كمان دايما بتفتكر عيد ميلاده امتى، عيد الجواز امتى. هو ينسى بقى خلاص. هو ينسى، هو يفضل يجيب هدايا قبل ما يتجوز، بعد ما بيتجوز خلاص بينسى، ما بيجيبش حاجه. ودي حاجه غلط. هو عنده كده ارتباط في ذهنه ان انا طول فتره الخطوبه انا عايز اكسب خطيبتي دي، فابدا اجيب لها هدايا وابدا اخليها تحبني قوي. بعد العيد بقت بتاعتي خلاص، لان الرجل دايما عنده حاجه اسمها حب التملك. ان هو اول ما يملك هو الراجل يقول الجمله دي ايه؟ هو الراجل يقول الجمله دي انا الاعتراف بالحق فضيله. لا، هو اعتراف. هو جون جري اللي قال كمان، يعني لان هو عمل اختبارات كتير جدا على الراجل بيفكر ازاي والبنت بتفكر ازاي، فلان الراجل عنده شويه حب التملك، ان هو يفضل طول فتره الخطوبه عايز يهادي وعايز دايما يشوف في وشها ان هي فرحانه، ويشوف في وشها ان انا بحبك، ما تشوفش حد غيره، يعني ما تشوفش حد غيره، يبقى اهم واحد عندها. ايوه صح. بعد الجواز بقى خلاص انا جبتها وحطيتها في البيت، انتهينا بقى، فهبدا بقى اجيب لك الهدايا اللي على مزاجي. واعتقد ده اكبر خطا بيقع فيه الرجاله. طبعا. هو الخطا ان هو المفروض في فتره الخطوبه ما يزيدش قوي، يعني ما يبقاش اوفر في تقديم الهدايا، وبعد الجواز ما يقلش خالص، يبقى في اعتدال قبل الجواز وبعد الجواز. وعلى فكره يعني بالنسبه للبنت او الست بعد الجواز، لو انا جبت لها هديه وقلت لها ده عيد جوازنا او فكرتها بحاجه عزيزه عليها، مش هتنساها لي طول العمر. يعني لو جبت هديه في مناسبه لبنت عمرها ما هتنساها، وهتفضل شايلها لي طول العمر ان انت قدمت لي هديه في الوقت دوت، فمش هنساها. الراجل ممكن بقى مع الزحمه وبتاع ينسى ان هو اصلا خد هديه من حد. هو بينسى اساسا. لا بس مش على طول يعني. طيب هل الهديه ممكن تكون لغه ما بين الافراد وبعضهم؟ زي لغه العيون يعني؟ مثلا ممكن، يعني انت بتجيب لها حاجه في وقت معين، في ذكرى زي ما انت بتقول، بتعبر عن حاجه جوه الشخص اللي بيقدم الهديه. هي لغه لو الاثنين عندهم توافق عالي قوي. يعني لو الاثنين بيحبوا يقراوا لنفس الكاتب، وانا قدمت لها هديه او الشخص ده قدم هديه لكتاب بنفس الكاتب او الشخص اللي هي بتحبه، هيبقى ده لغه توافق. لو هي بتحب نجم معين وانا عزمتها على السيما للنجم دوت، يبقى ده برضو لغه توافق بطريقه معينه. انما لو احنا ما نعرفش بعض قوي، مش هيبقى في توافق ما بين، او ما فيش لغه توافق زي ما قلت. طب من الناحيه الاقتصاديه، هل الهديه النهارده اصبحت عبء؟ هو حسب برضو، يعني حسب مقدره الشخص. يعني انا حاسس ان هي لا، الهدايا رخيصه قوي، يعني مش غاليه.
بس في ناس بتأفور شويه في الهديه، يعني في ناس تفتكر ان انا كل ما اجيب هديه غاليه كل ما أنا ابقى انا يعني احسن، او انا في ناس تقول هتقرب لك دي مش قيمتي اصلها. يعني ايه دي مش انت؟ يقول لك انا قيمتي لازم اجيب حاجه تعبر عن مكانتي الماديه او عن هيئتي او عن كياني. زي ما احنا قلنا في الاول، هي مش بالقيمه، هي بطريقه التقديم. ان انا ممكن اجيب حاجه سواء بقى قيمتها عاليه او مش عاليه، بس المهم بقدمها ازاي. المهم في الروح وانا بقدمها، في طريقه التقديم نفسها. حتى البنات بتفرق معاهم لفه الهديه. يعني اللفه دي لو بطريقه شيك وانا مقدمها تختلف خالص، غير ما اجيب هديه من غير لفه اقول لها طب كل سنه وانت طيبه يعني. عموما كل سنه وانت طيب وكل الناس طيبه. احنا في نهايه لقائنا بيك بنشكر الاستاذ محمد زكريا خبير العلاقات الانسانيه، وبننتقل الى فرقه المنوفيه الموسيقى العربيه نستمع منها الى فاصل غنائي. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أرض الكنايس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع. أرض الكنايس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع. أرض المداين، أرض المصانع. عشت يا مصر يا أم الهرم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. إلهي صونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور. إلهي صونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور. ونزرع في ظلك خمايل زهور، وبهجة وسعادة ومغنى ونغم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم.
وصلنا لختام حلقة اليوم من رمضان اليوم. على مدار الشهر الكريم التقينا بكم من خلال حلقات يومية كانت بتعرض من الحد للخميس، قدمنا فيها العديد من الفقرات المتنوعة ما بين اللقاءات السياسية والاقتصادية والفنية. كمان فكرناكم بالأغاني الرمضانية والتراث الشعبي من خلال الفرق الموسيقية اللي كانت مصاحبة لينا طوال هذا الشهر. النهاردة آخر حلقة لينا معاكم في رمضان اليوم. نرجو أن احنا نكون قدمنا شيء على المستوى اللائق بالمشاهدين لقناة الساعة والمشاهدين والمتابعين لينا في كل أنحاء الوطن العربي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا رمضان بكل خير وسعادة وبهجة إن شاء الله. من هنا نكون وصلنا لختام حلقتنا من رمضان اليوم وختام حلقة اليوم. إلى اللقاء.